عودة أيمن عبد العزيز لنادي الزمالك مرة تانية، ولكن المرة دي رجع مدرب. أيمن عبد العزيز لعيب كبير، لعيب ليه تاريخ كبير في نادي الزمالك. لعيب خبرة، احترف في تركيا سنين كتير جدا، ورجع نادي الزمالك. رجع كمدرب مع البرتغالي بيسيرو. أيمن عبد العزيز من اللعيبة اللي عندها خبرات كبيرة جدا وتقدر تتعامل مع اللعيبة، شخصيته قوية، لعيب مثقف، بيحب نادي الزمالك، غيور على المكان والكيان. ليه تجربة سابقة مع فيتوريا مدرب منتخب مصر. علاقته كويسة بكل اللعيبة. نتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في توفيق وفي جدية في التعامل مع الأمور داخل نادي الزمالك. طبعا احنا داخلين على ماتش الأهلي والزمالك، ماتش القمة. محتاجين حالة فوقان، محتاجين اللعيبة تركز، تلعب برجولة في الملعب، تقدم اللي عليها. أداء مش مطمئن في ماتش بتروجيت أول لقاء اللي بيصيره، ولكن أيمن عزيز من الفرسان الرهان اللي احنا بنراهن عليهم في الفترة اللي جاية. ان شاء الله نشوف شغله في الملعب وبره الملعب. المباراة كان فيها اجواء عصيبة جدا. ايمن كان ليه مجهود، كان على طول بيتكلم مع اللعيبة، كان نقاشات مستمرة على الخط بين الشوطين وبعد الماتش. انا شايف يعني ان شاء الله كابتن ايمن مكسب كبير جدا للجهاز الفني والنادي الزمالك، وان شاء الله نشوف الشغل بتاعه. واتمنى له التوفيق على المستوى الشخصي، ان هو لعيب كبير ولاعيب محترم وشخصيته قويه، وان شاء الله يقدم الاضافه. ماتش الاهلي والزمالك ماتش مهم جدا. المكسب لنادي الزمالك هيحل مشاكل كتيره. مش عاوزين الامور تخش في صدام مع مدرج جماهير نادي الزمالك اللي انا بحذر منه. لازم المكسب، او على الاقل خالص اعمل ماتش كويس، قدم كل اللي عليك، والجمهور اكيد هيقدر وهيشوف ان انت عملت اللي عليك، وان شاء الله اللي جاي احسن.